بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد. قال الإمام السبكي رضي الله عنه ونفعنا ببركاته: وبرأ الله المالكية فلم نر مالكيا إلا أشعري العقيدة. مما هو معلوم أن جميع علماء المالكية من أهل السنة الأشاعرة، وهذا هو الواقع، وكتبهم تشهد بذلك، وهذا من المسلمات. تصور أيها العاقل أن يأتي إنسان معاند يقول بأن المالكية لم يأخذوا بعقيدة إمامهم، وأنهم خالفوا الحق، خالفوا عقيدة الإمام السلفي مالك بن أنس رحمه الله. ما لهؤلاء المالكية تركوا عقيدة إمامهم واتبعوا عقيدة الجهم بن صفوان؟ تخيل معي أيها العاقل، يعني أن جهابذة الحديث والحفظ والفقه، أكابر الأمة من علماء المالكية، لا يعرفون العقيدة الصحيحة ولا يعرفون عقيدة إمامهم. تخيل أيها المؤمن العاقل أن أكابر المفسرين كابن عطية الأندلسي والإمام القرطبي وابن العربي لا يعرفون عقيدة إمامهم، ويعرفها معاصر بوال على عقبيه. تخيل أن الإمام الشاطبي وابن عبد البر والقاضي عياض لا يعرفون العقيدة الحقة، لا يعرفون عقيدة إمامهم، ويعرفها بائع المسك. خليها هكذا أحسن. تخيل أن الشيخ خليل بن إسحاق وصاحب المرشد المعين الشيخ عبد الواحد بن عاشر وابن الحاجب لا يعرفون العقيدة الصحيحة. تخيل أيها العاقل أن فقهاء المالكية في الأندلس والمغرب ومصر وفي كل بلاد لا يعرفون عقيدة إمامهم. وبرأ الله المالكية فلم نرى مالكيا إلا أشعري العقيدة، لأن عقيدة الإمام الأشعري هي نفسها عينها عقيدة الإمام مالك رحمه الله، والله لا فرق بينهما. وما كان لهؤلاء العظام أن يتركوا العقيدة الحق ويجمعوا على عقيدة فاسدة باطلة، كلا والله، ولا أقرانهم من أصحاب المذاهب الأخرى. وكل المالكية من لدن الإمام مالك إلى يومنا هذا على عقيدة واحدة سنية سنية، رغم أنف المعاندين الجاحدين الكذابين. ولا أقول هذا سبا ولا انتقاصا، بل هي الحقيقة. والسلفي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم ينظر فيقول: نعم، كانوا على نفس العقيدة وكلهم ضلال. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتبع، لا تقية فيه ولا نفاق ولا تملق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.